رضوان سعيدي، العمارة نبيل عليلات، ادم مونديكو، بوخشوش، بنزاز ابراهيم، ليكونزا، علي ولي، عبد اللطيف هو حارس المولودية اليوم، حليمية، محمد رضا، حميدي كمال، غزل ايوب، عبد اللهوي ايوب، بن خماسة محمد، بوراس اكرم، تبديل عربي بين لتقديم مباراة تليق بالعرس والحدث. هيا مشاهد، هيا صور، هكذا من ملعب 5 جويليا. طبعا في الحكام ونستنا في اللاعبين ونستنا في اشياء كثيره تقنيه. الاتحاد، المولوديه منتشيه بالتأهل الى ربع نهائي من كاس رابطه ابطال افريقيا، الاتحاد منتشي بالتأهل الى ربع نهائي كاس الجزائر، المولوديه ستلعب من اجل اللقب الشتوي، الاتحاد سيلعب من اجل اللقب الشتوي. اسماء واسماء موجوده من هذا الطرف وذاك الطرف. على كرسي الاحتياط طبعا موجوده الكثير من العناصر التي قادره على قلب الموازين. صراع تكتيكي بين قامتين في التدريب. معلول، الاتحاد، يلا تضبط الآن عقارب الساعة لبداية الديربي رقم 117 بين مولودية الجزائر واتحاد الجزائر هنا في ملعب 5 جويليا. تيفو ثاني لجمهور الاتحاد، ثالث، هذا هو الثالث. الكرة تخرج إلى التماس. ابراهيم بن زازا في تنفيذ ركنيه عاليه ولكن في القائم الاول تقطع، تبقى دوما لصالح المخالفه عاليه ولكن في القائم الاول تقطع. وبلقبين افريقيين مسوسه في انطلاقه، الكره للمولوديه صعبه جانبية أو تسديدة من زكريا نعيجي لم تمر بعيدة، مرت ببضع سنتيمترات فقط. هكذا انطلق مسوسة من هناك، أمير قدمها لزكريا، زكريا سد. لودية لم تسجل هذا الموسم من المخالفات غير المباشرة. شوش لزكريا نعيجي، التوزيع في القائمة الثانية. نبيل راح يوزع الكرة، توزيعه رأسية إسماعيل بالقاسمي جانبية. المباراة يجد إسماعيل بالقاسمي المساحة، بالقاسمي يصارع لكونزا يسدد من دون انتظار. تمريرتين حاسمتين لبالقاسمي. بنزاز إبراهيم، التوزيع رأسية بالقاسمي جانبية. 90 دقيقة من المتعة والفرجة. بالقاسمي، خطيرة لسعد رضواني، صعبة تمر جانبية. رضواني ليس من الجهة التي اعتاد عليها. لعب بالنار في هذه الكرة، خطيرة جانبية. ثانية ينظر، يترقب، يوزع في القائمة الثانية، الراسية فوق العارضة الأفقية من حميدي. ودنا ديربي الجزائر، ارتقى حميدي بالرأس، ابتدى بقوة. أكرم بوراس، صعبة، تصطدم بهدم عليلات، لا زال الخطر وبالراس، ولكن تسترجع من المولودية. صعبة من أكرم بوراس، خطيرة لكبري في اعتراض الحكم يخلي اللاعب يتواصل. صعبة الهدف الأول لمولودية الجزائر من أمين مسوسة، يفتتح النتيجة ويلعب الديربي ويلعب مدرجات ملعب 5 جويليا. يشتعل المنعرج الجنوبي، أجواء كبيرة جدا، سيناريو مغاير للشوط الأول. من دون مقدمات مولودية الجزائر تدخل وتفتتح باب التسجيل. الآن سيشتعل الديربي. بن يحيى سعيد بالبدايات وثواني، لا يلعب في فترة وجيزة بل هي 90 دقيقة كاملة. هكذا كانت التوزيع من عيجي، ما فيش وضعية تسلل، بينية من عيجي في القائمة الثانية من مسوس انتظر، تدخل أسامة بنبوط، الصد من أسامة المتابقنا إليه، وانطلق حميدي الآن. حميدي يقدم كرة من هناك، انطلق مسوسة، انطلق زكريا نعيجي، زكريا مع مونديكو، زكريا ثاني الأهداف لمولودية الجزائر. وجاء آخر مغاير
بداية جنونية من المولودية. كيبر يضيف الهدف الثاني للمولودية. سنشاهد كيف سجل الهدف. كيبري مانويل كيف غريب لأنه الشوط الأول لم يكن هكذا. زكريا العيجي يوزع، من أعاد الكرة هو حليمية من قدمها. حليمية على الطاير، فعلا حليمية يقدم تمريرة حاسمة لكيبري الذي يسجل أول أهدافه بألوان المولودية. ضاعت لكونسيس، ترجع خطيرة صعبة، ما فيش ضربة جزاء يا عزام الدين رجاء. هكذا يقول مشايرية والعناصر الاتحاد يطالبون لزميله. هذا هو التغيير محروس رقم 3 أحمد. نعم هو ثالث والرابع من جانب الاتحاد. رابع. والمولودية شحال تغيير سفيان؟ المولودية تغييرين. أو بكل بساطة كالعادة الصافرة النهائية. سعد رضواني، التوزيع راسية بالقاسم من جانبية. التوزيع ضيعها بالقاسمي. هنا التحضير، هنا التمرير من بالمعزوز بالرأس رائعة. هنا حضرها، ولكن عودة الكابيتان وأيوب عبد الله في آخر لحظة لينقذ دفاع المولودية. إسلام ريلي في تنفيذ الركنية. أمين مسوسة مع سعد رضواني. أمين وسعدي، أمين ورضواني، راح مسوسة ممتازة خطيرة صعبة. الدفاع لتعدي الدخل. فرصة لقطة ينفذها عالية. كل الرأسيات تريد التألق والمربع الذهبي. أم أن صمود دفاع المولودية سيتواصل؟ تنفذ مرة جانبية والراية مرفوعة. سأحسب كل الدقائق التي توقفت فيها المباراة. قادرين نروح ل20 للمولودية. ضاع الثالث. في الآن نوع من فقدان التركيز من جانب عناصر فريق الاتحاد. أكرم بوراس صعبة. بايزيد يضيف الثالث الذي كنت أقول لكم بأن المولودية سبق له أن فازت ب4-1 في موسم 85 وفي موسم 88 أمام أقوى دفاع في البطولة. الفريق الذي لم يتلقى سوى 3 أهداف في قبل هذه المباراة يتلقى بعد ذلك 3 أهداف في مباراة واحدة، في سيناريو لم يكن أبدا متوقع. ولكن ممكن بهذه الركنية تنفذ، لكن سهلة بين أحضان الحارس. عبد اللطيف رمضان من آدم عليلات. انطلق أكرم بوراس، ولكن الحكم شيرية يعلن عن نهاية المباراة قبل أن تنتهي هذه الهجمة المعاكسة.